في شركات بتحقق ارباح بالملايين ومع ذلك بتفلس. طيب ازاي شركه بتكسب وبتقع في نفس الوقت؟ اهلا بيكم في الجزء الرابع من سلسله ازاي بتفكر الشركات الناجحه. وقبل ما نبدا ما تنساش اللايك والفولو والشير ويلا بينا. شركه تويز ار اس كانت واحده من اكبر شركات الالعاب في العالم، مبيعات ضخمه وعلامه تجاريه قويه، لكن المشكله ما كانتش في البيع، المشكله كانت في الضغط النقدي والديون. الشركه كانت فعلا بتحقق ايراد كويس، لكن الكاش اللي خارج كان اكبر من قدره الشركه على التحمل. وفي النهايه ايه؟ شركه بالكبر ده كله واختفت. لو شركتك بدأت تحقق أرباح قدامك ثلاث طرق للتعامل مع الفلوس: واحد، إعادة استثمار كل الأرباح في النمو. اتنين، الاحتفاظ بأكبر قدر من الكاش. تلاتة، تحقيق توازن بين التوسع والسيولة. وكالعادة معانا 5 ثواني، هستنى إجابتك في التعليقات. اكتب رقم واحد أو اتنين أو تلاتة. اول حاجه اعاده استثمار كل الارباح. ده قرار يبان انه طموح لانك بتقول كل الفلوس بترجع للنمو، لكن المشكله هنا النمو بيستهلك كاش اسرع مما تتخيل، مخزون اكبر، فريق اكبر، تشغيل اكبر، ومصاريف اعلى. ولو حصل اي تباطؤ مفاجئ الشركه هتحس انها مخنوقه. اتنين، الاحتفاظ بالكاش. الشركات الذكيه بتفكر بطريقه مختلفه، هي مش بتسال بس احنا بنكسب كام، لكن بتسال سؤال مهم: كام شهر نقدر نعيش لو لا قدر الله السوق اتغير؟ الكاش بيدي مرونة وأمان وقدرة على اتخاذ قرار بدون خوف، وده سبب إن الشركات كتير ناجحة بتحتفظ بسيولة ضخمة. تالت حاجة، تحقيق التوازن، وده التفكير الأكثر نضجا. ما توقفش النمو خالص ولا تحرق السيولة اللي معاك كلها. أنت هنا بتبني نمو محسوب مع حماية الشركة ماليا، وده بيخلي المشروع أسرع في النجاة وقت الأزمات لا قدر الله. طب هنا نستنتج إيه؟ الأرباح فعلا مهمة، لكن الكاش هو اللي بيحدد هل شركتك تقدر تكمل أصلا ولا لأ. الشركات مش بتنهار بسبب قلة المبيعات، أحيانا بتنهار لأن الكاش انتهى. الشركات الناجحة مش بتتبنى أصلا عشان تحقق الأرباح بس، لكن بتبقى موجودة عشان تحقق الاستقرار. أولا، لو شركتك بدأت تحقق أرباح هتضخ كل الفلوس في التوسع ولا تحافظ على الكاش ولا توازن بين الاتنين؟ وهنا نوصل لسؤال مهم: إزاي الشركات الناجحة بتتعامل مع المنافسة بدون ما تدخل في حرب أسعار؟ وده هيكون موضوع حلقتنا الجاية بإذن الله. أنا الدكتور أحمد أبو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك إزاي تلعبها.